بس برضه البطولات كلها للاهلي. هو ده العادي اصلا، ده الطبيعي بتاعنا، ده اللي احنا متعودين عليه هنا في الرياضه المصريه وفي الكوره في مصر. مجلس اداره النادي الاهلي امبارح بعت برقيه بيهني فيها مجلس اداره نادي الزمالك الجديد بقياده الكابتن حسين لبيب على نجاحه في انتخابات نادي الزمالك وعلى وصوله لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. دي امور طبيعيه، ده العادي جدا بين الاهلي والزمالك، ده اللي كان بيحصل في الكوره من حوالي 20 25 سنه، قبل الآفة اللي ظهرت في الرياضه المصريه اللي اسمها مرتضى منصور ما تظهر، قبل ما تظهر قله الادب والشتيمه وطولة اللسان والالفاظ الخارجه. والحمد لله خلصنا من ده، وان شاء الله باذن الله ما نشوفوش تاني، عمرنا ما نشوف اشخاص زي مرتضى منصور تاني في اي منصب سواء في الاهلي او في الزمالك او في الرياضه المصريه. طول عمر الناديين مجلس ادارتهم دايما على علاقه كويسه. يحصل بقى مناوشات الكره العاديه، انا اخطف منك لعيب، انت تاخد مني لعيب، انا اكسب منك بطوله، انت تاخد مني بطوله، انا اشتكي من التحكيم معاك، انت تشتكي من القوانين معايا. كل دي الحاجات الطبيعيه جدا في الرياضه اللي بتحصل في الدنيا كلها، مش عندنا احنا بس. هنفضل ننقش في بعض ونغز في بعض ونحفل على بعض، انما بكل الحب وكل الود، بكل الروح الرياضيه اللي بين الناديين. هو ده اللي يستاهله جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك وجمهور الرياضه في مصر عموما. ببارك لجمهور نادي الزمالك على مجلس الاداره المحترم الجديد واتمنى لهم التوفيق.